رمزي محمد من مواليد 1947، ضحية من أحداث يناير 84 من مدينة قصر الكبير. وصلت باش كيقولوا بتوصية إدماج الاجتماعي في 22 أكتوبر 2008. من 2008 إلى حد اليوم ما كاين حتى شي تنفيذ ولا حتى شي تفعيل. في شهر مارس 2013 جاتني مكالمة من الملحقة ديال المجلس الوطني بأن راه عندي واحد السكن، كيبشرني بأن عندي سكن وحملني مسؤولية باش نبلغ 4 ديال الإخوان معايا. من بعد أسبوع التحقت أنا والإخوان بالملحقة، اقترح علينا السيد المسؤول أن راه عينا السكن في مدينة القنيطرة. من بعد واحد ربع ساعة اتصل هو بالعمران وقال بينا هو راه ما كاينش السكن ديالنا ب4 بينا 5 بينا، ولهذا اضطرينا نتقسموا 3 للقنيطرة و2 لتمسنا. وعدنا باليوم المقبل لغدا غادي يرد علينا الخبر بأنه هويا غادي يتم هذاك التعيين ديال 3 في القنيطرة و2 في تمسنا. بعد ذاك اليوم تقريبا بواحد الأسبوع ما كاين لا رد ولا خبر. من بعد ذاك الأسبوع التحقت أنا بالملحقة، تلقيت السيد المسؤول جاوبني قال لي بأنه هو راه ما كاين لا في القنيطرة ولا في تمسنا، ما كاين السكن لا في القنيطرة ولا في تمسنا. شنو هو المعمول؟ قال لك اودي اما 25 مليون مقابل، واما نشوفوا لكم شي منعش عقاري بمدينة قصر الكبير. لحد الساعة ما كاينه والو، ما كاين حتى شي حاجة. ولهذا انا كنطلب بتفعيل توصية بالإدماج الاجتماعي، مع العلم أنني اليوم أصبحت عندي 67 سنة وغير قادر على مزاولة أي عمل، ومع العلم على أنني راني مهرس بجوج اليدين، وكنطالب بتفعيل التوصية في أقرب أجل. السلام.